فهد طالب الواضح في الصورة مع جاسم غلام مشرف الفريق، هاشم خميس مدرب الحراس. إذا فريق القوة الجوية سيذهب ليتقلد الميداليات، ميداليات الفريق الفائز بلقب الدوري العراقي، هي النسخة السادسة. مبروك عماد محسن. هذا هو التتويج. إذا جمهور القوة الجوية لا زال يحتفل مع لاعبي فهد كريم. هناك أسماء شابة موجودة، ثامر برغش ومحمد قابل، زاهر ميداني للمرة الثانية يتوج. اليوم بشار سيتوج ويغادر إلى بيروز الإيراني. يعني أيضا موسم يحسب لبشار رسل اللي ما شارك في مباراة اليوم. أمجد رحيم الحارس. هنا المدرب باسم قاسم اللي يتوج بلقب الدوري العراقي كمدرب لثاني مرة على التوالي مع الغريمين الزوراء والقوة الجوية، وثالث أصبح ثالث مدرب اللي يتوجوا باللقب لثلاث مرات. لذلك اليوم مع ثار أحمد وجمال صالح يقف المدرب باسم قاسم مع التتويج، لكن مع ثلاث أندية مختلفة، مع دهوك ومع الزوراء مع القوة الجوية. لذلك أرقام أيضا لمدرب فريق القوة الجوية. إذا بكل روح رياضية جميلة من حمادي أحمد اللي يتخلى عن شارة الكابتن لعلي عبد الجبار، اللي يصبح الآن هو سادس كابتن للقوة الجوية، يرفع درع الدوري العراقي بعد الكابتن القدير الطيب الذكر مجد فرطوس والراحل الكبير ناطق هاشم وراضي شنيشل وأكرم عمانوئيل ووليد ظهد، القادة اللي كانوا مدربين لفريق نادي القوة الجوية. ولا ننسى اليوم محللنا المبدع والرائع صفان عبد الغني، كان واحد من نجوم نادي القوة الجوية. لذلك اليوم هو سعيد بتتويج القوة الجوية بهذا اللقب. لكن ابتسامة على المحلل الكبير طبعا سعد حافظ مع فريق القوة الجوية مع هشام محمد اللي على مدى عام كامل من التقديم الاستوديو التحليلي بإمكانية كبيرة مع ضيوفه اللي كانوا قمة في العطاء والنشاط مع الدوري العراقي اللي عاصرناه منذ الانطلاقة لحد الآن، وكادر الرياضية العراقية اللي عمل بجد واجتهاد منذ انطلاقة الدوري العراقي وعاصر الدوري العراقي على مدى 11 شهرا، ما يقارب العام الكامل لدوري شاق وطويل. إذا لا زال لاعبي فريق القوة الجوية يتقلد الميداليات بفوزه بلقب الدوري العراقي. مبروك للقوة الجوية الفوز بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه. إذن السيد علي جبار النائب الثاني رئيس لجنة المسابقات سيقلد مع شرار حيدر كابتن فريق القوة الجوية علي عبد الجبار، لكن أيضا حمادي أحمد الكابتن الفعلي في المباراة لنادي القوة الجوية. إذن فريق القوة الجوية يرفع كأس البطولة. إذن القوة الجوية يرفع درع الدوري العراقي أمام أفراح جماهيره. لا ننسى دور قناة الرياضية العراقية اللي رفدت المشاهدين والمحبين لقناة الوطن اللي كانت متواصلة مع كل جماهيرها المحبة للدوري العراقي وللكرة العراقية. لذلك كانت مجهودات كبيرة بدءا من السيد مدير قناة الرياضية العراقية الأستاذ حليم سلمان وكل العاملين من كادر قناة الرياضية العراقية، من مصورين، من مراسلين، من مقدمين، من كل الكوادر الفنية الأخرى اللي كان لها دور أيضا بنجاح الدوري العراقي ونقل الصورة الحقيقية للجمهور العراقي. لذلك ستبقى دوما قناة الرياضية العراقية متواصلة مع جمهورها وتنقل لها الحدث أولا بأول، وإن شاء الله راح نكون مع